زي ما قبل كده عملنا طريقة الفراخ وطلعت معانا بجد حلوة جدا جدا وتحفة وتنفع في العزومات. وكنا حاطين من تحت الفراخ البصل، بس طبعا عملناه بطريقة مختلفة عن اللي احنا هنعملها النهاردة. بس انا ساعتها كمان فكرت في البطاطس، ودي كانت اول مرة نعمل موضوع البطاطس، يعني مش بسهولة تلاقوها في فيديوهات، دي كانت من اختراعي. والمرة دي برضو الفكرة الكفتة اللي هنعملها. بس انا برضو حبيت احط، قلت لا، ما انا مش كل مره هحط نفس المكونات. رحت المره دي حطيت جزر بدل البطاطس. وبجد برضو الجزر احنا عارفينه بيكون مسكر وحلو جدا. وبرضو جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. احنا زي ما احنا شايفين جبت حوالي نص كيلو من البصل، وجبت حوالي كده 4 من الجزر، وجبت 2 من الطماطم. تمام. وقطعناهم زي ما احنا شايفين. وبعد كده هجيب الصينيه اللي انا حطيت فيها، ما حطيتش اي ماده دهنيه في الصينيه. حطيت البصل وحطيت الملح والفلفل الاسمر. وكمان حطيت شويه كده من التوابل الفراخ او اللحمه، علشان خاطر برضو تدي نكهه معانا. تمام. وبعد كده معلقتين كده من صويا صوص، لو ما عندكيش صويا صوص حطي دبس رمان، ما عندكيش حطي عسل اسمر. كل دوت بيدي برضو نكهات حلوه. بعد كده دي اللحمة معانا يعني فيها مادة دهنية بسيطة جدا. ده كيلو. تمام. اللي احنا عملناه، حطيت ملح وفلفل اسمر وبهارات اللحمة وشوية من جوز الطيب، بس كده، ما حطيتش اي توابل تانية. وجبت بصلاية كبيرة. البصل دوت انا كنت فرمة بصل كتير، وحطيت له ملح وفلفل اسمر وحطيته في الفريزر. وبصراحة بينفعني جامد جدا في وقت الزنقات، يعني حلو ان احنا نعمل الحركة دي. وبعد ما خلصت خالص افتكرت ان انا ما حطيتش معلقه حلوه كده من السمنه البلدي. تمام. وبعد كده اخر حاجه دلوقتي بعملها، بصبعها، تصبعيها زي ما انت عايزه بالمقاس اللي يعجبك، وتحطيها على الصينيه اللي احنا عملناها دي. تمام. وبعد كده في الوقت ده طبعا انا حطيت مولعت الفرن. في حاجه، لو انت عايزه تدس كده معاكي وتنزل ميه اكتر من الطبيعي، ممكن تعملي الصوص بتاعها بيكون حلو. تعملي تغطيها بالورق الفويل. بس انا في اخر 10 دقايق بعد ما اخدت اللون واستوت سوا 3/4 السوا، رحت غطيتها بالورق الفويل بس. تمام. يعني في البدايه ما غطيتهاش. هنبتدي دلوقتي وهي في الفرن هنعمل مع بعضنا الرز دوت. انا عملت رز عادي مصري، مش رز بسمتي. اول حاجه بنجيب السمنه والزيت. ليه بنحط سمنه وزيت؟ السمنه علشان طبعا بتدي طعم حلو جدا للرز، والزيت علشان هو اللي بيخلي الرز معانا مفلفل. تمام. جبت وحطيت شويه صغيرين، يعني نص معلقه صغيره من الكاري، ونص معلقه صغيره من الكركم، وحطيت عود قرفه. عايزه كمان تحطي مستكه حطي، وعايزه تحطي حبهان حطي. تمام. بعد ما خلصت وحطيت كمان بصلايه مفرومه. خليتها بس مجرد اشوحها حاجه بسيطه جدا، ما بتستويش، مش بتصفر خالص. ورحت على طول حطيت الرز. يعني الرز دوت 4 كوبايات من الرز. وبعد كده حطيت معلقتين حلوين كده من صويا صوص. ولو ما فيش صويا صوص، انا بالنسبه لي بحس ان الصويا صوص البديل بتاعه العسل، لان حسيت ان فعلا الاتنين قريبين جدا من الطعم. بس حطيت 4 كوبايات من الرز، عليهم 4 كوبايات من المية، علشان ده مفهوش شعرية. لو في شعرية بنحط مثلا، لو نص كوباية شعرية بنحط عليها نص كوباية من المية. تمام. يبقى احنا كده خلصنا. وبعد ما غلى وطيت عليه خالص. وطبعا زي ما احنا شايفين استوى. وكمان الكفتة معانا استوت، الخلطة بتاعتها. وكمان انا حطيت فلفل. الفلفل برضو كان حلو جدا، لما اكنه كده مشوي واخد من نفس ريحة الكفتة. تمام. في كمان لو عايزة كمان تحطي فحمة في النص كده وتغطيه شوية، بصراحة هتدي طعم الشوي بالظبط، يبقى انت كده كأنك جايباها من اي مطعم. عايزة اقول حاجة للمبتدئين في المطبخ، لو انت لسه بتعملي رز جديد، لو رز مصري عادي خالص، انت بتغسليه، وبعد ما بتغسليه لو هتعمليه بشعرية بتحطي الشعرية، وعلى قد الشعرية لازم برضو تزودي المية. يعني لو انا دلوقتي عاملة كوباية رز من غير شعرية، لو بالبصل او من غير حاجة خالص، بحط كوباية المية. لكن لو بحط شعرية، لا، لازم احط كوباية وربع او كوباية ونص على قد الشعرية. لو هعمله بسمتي، لازم احط مثلا، انا نقعته ساعة الرز في المية، يبقى انا كده هحط الكوباية زي كوباية الرز بالظبط. لكن لو انا مش هنقعه، كوباية الرز البسمتي الناشف بعد ما بغسله بس، بحط عليه كوباية ونص من المية. وبكده خلصت وصفتنا، ويا رب تكون عجبتكم، ونتقابل ان شاء الله في وصفة جديدة في اكلة بمزاج مع توتة. بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة.